انا قتلت مراتي وقتلت اخت مراتي وقتلت صديقي وقتلت صاحبتي. انا اسمي قذافي فراج عبد العاطي، المعروف اعلاميا بسفاح الجيزة. تعال اعترف لكم بكل التفاصيل واحكي لكم حكايتي. انا حكايتي بدأت في 2015 لما تحولت شخصيتي من شخص سوي لشخصية عدوانية، وبدأت اول جريمة ليا وكان ضحيتها صديقي. كان اسمه عمر وبيشتغل مهندس برا مصر، بالتحديد في دولة عربية. من اول ما شفته في المطار وحسيت ان انا شخص فاشل، بعد ما شفت النجاح اللي هو فيه، شفت حماسه، شفت نجاحه، شفت قوته. في الوقت ده حسيت ان انا ربنا منعمش عليا بنعم وربنا اعطاه كل النعم. ففي الوقت ده حسيت ان انا لازم انتقم منه، لازم اقتله. حسيت ان الشخص ده ما ينفعش يعيش وانا موجود، عشان لو هو عاش انا مش هيبقى ليا وجود. فكنت لازم اقتله. كنت عشان ابقى راضي وانا بقتله طلبت منه مبلغ كبير عشان يرفض، وبالتالي حس ان هو كارهني واقتله. بس حصل العكس، اول ما طلبت منه الفلوس اداني اللي انا عايزه، بس برضه حسيت ان انا قليل وهو احسن مني، فكنت لازم اقتله. وفعلا فكرت في كده ونزلت جبت سم بيموت في خلال دقايق، وعزمته على الاكل وحطيت له السم في الاكل، وفعلا اكل من الاكل ومات في خلال دقايق. وتأكدت ان هو مات، اخدته ودفنته ببيتي. ودي كانت اول جريمة ليا. وبعد مرور 3 شهور من اول جريمة ليا حبيت اخت مراتي واتعلقت بيها وخليتها هي كمان تتعلق بيا. غلطت معاها مرة واتنين وتلاتة، وكل مرة كنت بتعلق بيها وكان حبي بيزيد، وهي كمان كانت بتحبني اكتر. وبعد كده قالت لي احنا لازم نتجوز حتى لو عرفي، ولو ما اتجوزناش انا هقول لاختي على كل اللي بيحصل بينا. قلت لها مفيش مشكلة نتجوز. بعد كده ثبتها بكلمتين وخدتها على الشقة اللي كنا بنقضي فيها وقت حلو مع بعض. اول ما دخلنا باب الشقة ورحت خنقتها على طول لحد ما ماتت في ايدي. بعد كده استنيت لما مرتي خرجت من البيت واخدتها ودفنتها جنب صديقي. ودي كانت تاني جريمة ليا. وبعد كام يوم من جات لي اخت مراتي كنت متوتر جدا، وكنت خايف عشان حد يعرف، وخصوصا ان دي اخت مراتي. وانا قاعد بفكر في اللي حصل لقيت حد بيزعجلي: عايزين فلوس للبيت، انت ما بتصرفش على البيت، انت بقيت مهمل، انت بقيت بتفكر في حد. ببص لقيتها مراتي. بقول لها عايزة ايه؟ سيبيني في حالي، انا اعصابي بايظة. بتقول لي من ايه؟ انت عملت ايه؟ انا اختي ميتة. وما حسيتش بنفسي غير وانا ماسك الكرسي وبضربها على دماغها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لحد ما ماتت. واخدتها ودفنتها جنب اختها وجنب صديقي. كنت مش عارف اللي بعمله ده ايه وانا بعمل كده ليه. وجبت اسمنت وحطيت فوق منهم. بعد كده سبت القرية اللي انا فيها ومشيت رحت اسكندرية عشان تبدأ قصة قتل جديدة. وعرفت واحدة هناك ودي كان معاها فلوس كتيرة جدا. دخلت واتكلمت معاها واتعرفت عليها وعشمتها بالجواز. كنت باخد منها فلوس يوماتي، كل يوم كنت باخد منها فلوس عشان اصرف. وكنت بسهر في احسن اماكن، وكنت باكل احسن اكل وبشرب احسن شرب. وهي كمان كل يوم كانت بتقول لي عايزين نتجوز، عايزين نعيش، عايزين شقة، مش عايزين نصرف في الفاضية. لحد ما جت في يوم واكتشفت ان هي حامل. في الوقت ده ما كنتش عارف اعمل ايه. قلت لها انت لازم تنزلي اللي في بطنك يا الا هقتلك. قالت لي تقتلني؟ انت طماع، انت شخص اناني، انت كنت بتضحك عليا. اول ما قالت كده ما حسيتش بنفسي غير وانا ماسك في رقبتها لحد ما ماتت في ايدي، واخدتها ودفنتها. كان الحوار كله ده في مخزن، وبحط في المخزن اللي انا موجود فيه ودفنتها. وعدى يوم واتنين وتلاتة وسنة وسنتين لحد ما وصلنا 2021. لحد ما جه في يوم لقى جثة مراتي. وهنا الموضوع اكتشف بعد ما عرفوا ان هي كانت متغيبة وانا ما بلغتش. فالناس كلها شكت فيا، وفعلا اتمسكت وتعرضت للنيابة. ومن اول جلسة حسيت ان الدنيا معايا بايظة، وفعلا اعترفت بكل حاجة. بعد كده جه في محامي قال لي انت ممكن تطلع منها، وقدمت طعن. والطعن اتقبل وعدنا اجراءات في الورق، بس برضه اتحكم عليا بالاعدام. وفعلا تم حكم الاعدام في 2021، وكنت حديث المدينة في الوقت ده. والنصيحة اللي اقدمها لك النهاردة ان انت تعمل متابعة للصفحة دي.